صلوا على النبي كده يلا وتعالوا أقول لكم الحلاوة والجمال ده طلعت معايا كده إزاي وإيه هي مكوناتها اللي هي أصلا سهلة وموجودة عندك في البيت ومش هتكلفك حاجة خالص. تعالي يلا هاتي كوباية سكر، حط عليهم بضاية ومعلقة من الخل واضربهم بمضرب البيض العادي. اضربهم كويس لحد الخليط ما ينعم معاكي كويس. وطبعا الخل ده أهم حاجة عشان بيضيع زفارة البيض. رشة ملح بسيطة بقى كده السنة بقى طبعا. إحنا بنحطها كده بنقلّبها كويس لمّا الخليط ينعم، عندِك كوباية إلا ربع من الزيت على السمنة، ولو عايزة تحطّي نُص برضه شغّال. يا جماعة المقادير سهلة وبسيطة جدًا مش هتكلّفكم حاجة، ما عندكيش سمنة حُطّي زيت، ما عندكيش زيت حُطّي سمنة، المهم المهم إن هو يبقى فيه مكوِّن دهني زي ما أنتم شايفين. حطيتهم كده وقلّبتهم كويس، بعد كده نزلت بمعلقتين من النشا وحطيت عليهم بقى الطلقة اللي هتخلّي معاكِ الطعم والريحة والجمال ده كده هيطلع معاكِ بالشكل ده. هتحطّي نُص كوباية من الميريندا أو فانتا برتقان، المهم الاتنين برضه شغّالين، دي أو دي. هتحطّوهم بقى وتقلّبوهم كده كويس وبعد كده تنزلي عليهم بكيس من الفانيليا، قلّبيهم وانزلي عليهم بكوبايتين من الطحين. طحين عادي بس أهم حاجة يكون منخول. هي بتتعمل بدقيق الذرة بس أنا عملتها لِك بالطحين العادي، يعني أنتِ عندِك كوبايتين طحين هتعملي بيهم أحلى صينية هتشوفوها دلوقتي. قلّبتهم كويس وحطيت كيس البودر، برضه لقيت القوام خفيف شوية حطيت نُص كوباية من الدقيق كمان، طلعت معانا بالشكل ده كده ناعمة جدًا وحلوة من غير خلاط ومن غير مضرب بيض كهربا. يعني هتعمليها كده وأنتِ مغمضة. هتجيبي بقى صينية مدهونة سمنة أو زيت ورشة دقيق كده وانزلي بالخليط ده في الصينية، حطّيها في الفرن درجة حرارة 180 وبعد كده لمّا تستوي معاكِ يعني أنا بقى بافتح الفرن كده بالراحة خالص، بالاقيها خدت اللون، فباقوم مهدية النار برضه عليها عشان الصينية عندي بتلسع الحاجة بسرعة. أنتِ لو عاملاها في صينية ألومنيا عادي ما فيش مشكلة، المهم أي صينية متوفرة عندِك. بعد كده ه طفيت الفرن بقى لمّا استوت، يعني جربتها بخلة كده استوت معايا. سِبت الفرن مفتوح شوية وبعدين طلعتها لمّا بردت خالص، قطعتها ومش عايزة أقول لكم ريحتها وطعمها حلو جدًا، لونها كده مكرمل. شوية المريندا اللي أنا حطيتهم ادّت لها لون كرملة كده حلو، مفرولة كده وخفيفة وهشة، مش تقيلة في أكلها خالص. أنتِ كده مش هتحتاجي أصلًا دقيق ذرة، يعني المتوفر عندِك هتعمليه. التوفير التوفير يا جماعة، قوموا يالّا اعملوها ما تكسلوش وفرّحوا ولادكم بيها. الشتا طبعًا جاي وعايز سكريات كتير. شايفين بصوا حلاوتها ولمعتها عاملة إزاي، مش عايزة أقول لكم طعمها وريحتها. أنا عملتها بالليل متأخر جدًا، يعني إحنا كنا ولادي عايزين أنزل أجيب لهم حاجة حلوة. علشان أنزّل لكم كل الحاجة الحلوة السهلة والبسيطة.